عارفين الجملة اللي علموها لنا وزرعوها في دماغنا واحنا صغيرين؟ الفرصة بتيجي مرة واحدة في العمر، امسك فيها تبقى شاطر، سبتها تبقى خايب. اهو المفهوم ده بالذات قعدت سنين ماشية وراه لحد ما اكتشفت ان كان اكبر مقلب في حياتي. فهمت متأخر قوي ان مش كل الفرص بتيجي قدامك تبقى ليك، وان ساعات كتير قوي مسكتك في الفرصة الغلط بتكون هي السبب اللي بيعطلك عن كل حاجة صح كان المفروض توصل لها. الفيديو ده لكل حد حاسس انه مضغوط، لكل حد حاسس انه شايل فوق طاقته لمجرد انه خايف يفوت حاجة، او خايف يتقال عليه استسلم، خايب، ضيع الفرصة من ايده. تعالوا ندردش شوية على مية بيضة. احنا عشنا فترة طويلة قوي مرعوبين من فكرة الخسارة. لو جالك شغل او مشروع او عرض او دخلت حتى في علاقة معينة، تلاقي جواك صوت بيصرخ ويقولك امسك في دي، اوعى تسيبها، انت عارف لو سبتها ممكن ما تلاقيش غيرها. الخوف ده بيخلينا نلبس في حاجات مش شبهنا، نستحمل قلة التقدير ونعصر على نفسنا غيطان ليمون في أماكن ومواقف بتمص طاقتنا وصحتنا النفسية كل يوم. السر اللي فهمته بعد وجع قلب وسنين كتير إن مش أي باب يتفتح يبقى لازم ندخله. في أبواب بتتفتح بس عشان تختبرنا، هل إحنا عارفين قيمتنا وعارفين نفسنا كويس، ولا هنجري ورا أي بريق وخلاص. لما تفضل ماسك في فرصة مش مناسبة بس عشان هي اسمها فرصة، انت مش بتنجح، انت بتأجل نجاحك الحقيقي وبتحرق بنزينك في السكة الغلط. سكك كتير قوي دخلناها غلط ورجعنا منها خسرانين. في حاجة دايما بنتلخبط فيها، الفرق ما بين انك تستسلم وبين انك تنسحب بشياكة. الاستسلام ده لما بتكون بتجري في التراك الصح بس كسلت، آم، خفت من التعب، قعدت في النص. أما الانسحاب الذكي ده لما تكون ماشي في طريق وتكتشف في نص السكة أو في الطريق ده إنك مش في الحتة بتاعتك، إن مش ده اللي أنت عايزه، مش هو ده الطريق اللي هيوصلك للي أنت عايزه، أو إنه بيكلفك صحتك وكرامتك ونفسيتك. الانسحاب هنا بقى مش ضعف ولا فشل، ده أعلى درجات الذكاء وإدارة الذات. لما تقول للفرصة أو للشغلانة أو للمكان أو للشخص شكرا، انتوا جميلين جدا وحلوين وكل حاجة، بس السكة دي مش سكتي. انت كده مش بتخسر، انت بتشتري نفسك. فكر فيها كده، هو انت لما تتنازل عن فرصة مش مريحة، انت بتفضي مساحة في حياتك للفرصة الحقيقية اللي شبهك عشان تلاقي مكان تدخل منه. تعالوا نحسبها حسبة عقل. ايه اللي بيحصل لما بنعافر في حاجة مش شبهنا؟ اولا طاقتك الابداعية بتصفر، تبقى صفر. بتلاقي نفسك بتعمل الحاجة بمشقة وبتقل على قلبك، مفيش شغف ولا روح اللي انت متعود عليها. ثانيا صحتك البدنية والنفسية بتدفع الثمن، القلق المستمر، عدم النوم، التفكير اللي مش بيهدى. وفي ناس بتوصل معاها لأمراض زي السكر والضغط وأمراض تانية كتير. ده بسبب إيه؟ بسبب ضغطك النفسي. ثالثا بقى وده الأهم، العمل استراتيجي. إنك بتبقى مش شايف الفرصة التانية الحلوة اللي حواليك، لأنك باصص ومزنوق في شباك ضيق اللي انت واقف قدامه. أنا اتعلمت المعافرة حلوة بس مع الناس الصح وفي المكان الصح وفي الحلم اللي يستاهل إن أنا أعافر فيه. أما المعافرة لمجرد العناد أو لمجرد إثبات إنك أنا قدها أنا هكمل، دي محاولة للمشي على المية، في الآخر هتغرق، مش هتعرف تمشي. طب إزاي أعرف إن الفرصة دي مش بتاعتي وإن الوقت جه عشان أقول لهم ستوب، أنا مش مكمل؟ لو لقيت قيمتك بتقل في أي مكان أو فرصة تخليك تشك في إمكانياتك
أو تحسسك إن أنت صغير، دي مش فرصة، دي فخ. لو السلام النفسي اتمحى أول ما تحس إن نومك طار، راحتك اختفت بالكامل، اعرف إن السعر عالي قوي عن العائد المادي أو المعنوي اللي جاي من السكة دي. لو حاسس إنك بتمثل طول الوقت، لو لقيت نفسك بتتصرف بأسلوب مش أسلوبك وطول الوقت لابس ماسك عشان تعجب اللي قدامك، اعرف إنك في المكان الغلط. الجملة السحرية اللي اتعلمت أقولها للدنيا، ده متأخر طبعا بعد سنين من إهدار الوقت: اللي لينا هيجيلنا لحد عندنا وبشياكة، واللي مش لينا لو طرنا في السما مش هيريحنا. وفي الآخر يا أصدقائي، ما تخافش تسيب، ما تخافش تقفل الباب اللي بيجيب الريح. الحياة واسعة قوي، والرزق والفرص مش محددين في الشباك الضيق اللي انت بتبص منه. انت خايف تقفله؟ اعرف قيمتك واقفله، وحافظ على طاقتك، وافتكر دايما ان لا، اوقات بتكون احسن جمل واحسن كلمات ممكن تقولها لنفسك وللي حواليك. لو وصلت للنقطة دي، ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات ايه الفرصة او المكان اللي سبتوه واكتشفتوا بعدين ان انسحابكم كان اعظم قرار اخدتوه. واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير وراحة بال وسلام. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو كومنتات كتير، لايكات كتير، عشان انا بحب الكومنتات واللايكات. اشوفكم على خير.